الكرام، اهلا ومرحبا بكم في طلة نهاركم لنهار اليوم. نبداو طلتنا بالحصه اللي جازت له البارح على قناه النهار على طالبات الاقامات الجامعيه، واللي كانت الصحفيتان حنان بدر الدين وياسمين خلفي ضيفه الحصه مع عدد من الطالبات اللي كانوا حاضرين في البلاتو، هكذا باش يوضحوا الهدف تاع التحقيق اللي قاموا به ويحطوا النقاط على الحروف. وهذا بعد ما الطالبات طرحوا مجموعه من الاسئله اللي جاوبوا عليهم، وهذا باش يوضحوا الامور والرؤيه باللي التحقيق اللي ندار ماشي على كامل البنات تاع لا سيتي، وانما البعض منهم، وهذا واش اكدوه طالبات بشهادتهم انه كاين بعض التجاوزات في لي سيتي، ماشي كما كتب وقال البعض في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كما الفيسبوك انه بعض المشاهد مفبركه، وانه قناه النهار تجيب من عندها وتضخم في الامور وين كانوا يصطادوا في المياه العكره. كما شفتوا في الحصه الخاصه الطالبات كانوا في الاول منيرفيين، وهذا يبان من الطريقه اللي كانوا يهضروا فيها، بصح مع الاخر بداو يتكلموا بعد ما فهموا وجهه نظر تاع الصحفيتان من هذا التحقيق اللي كان الهدف ديالو من البدايه باش السلطات المعنيه والمسؤولين يفتحوا عينيهم على التجاوزات اللي راهي تصرى في الاقامات الجامعيه، واللي الطلبه ديالها راهم يعانيوا في صمت. وملي خلصت الحصه مشاهدين رانا نشوفوا انه التعليقات بداو تاع لي زانترنوت ولي فيسبوكر بداو ينقصوا بارابور على اليامات اللي فاتوا، بداو يتكالماو. والصور طالبات اللي كانوا حاضرين تاني راهم يدوروا في الفيسبوك، سورتو اللي لابسه مونطو احمر اللي راهي دايره لو بوز، وين عجبتهم كيفاش هضرت، سورتو كي قالت باللي صحابتها من زيمبابوي. وبلا ما نساو هذا السيد اللي كان حاضر يكتب في المداخله ديالو في ورقه، وين سالوا لي زانترنوت يا درا واش كان يكتب. نعاودوا نقولوا مشاهدين انه التحقيق ما قصدش كامل البنات تاع لي سيتي، وشنو البعض منهم، لانه الاقامات الجامعيه ياما خرجت اطارات بشهادات عليا. غياب عبد القادر بن صالح الامين العام بالنيابه لحزب الRND على واحد التجمع النسوي اللي ندار السمانه اللي فاتت، ومام تاع التجمع الشباني اللي داروه له البارح، خلى كامل الانظار تكون عليه وين سالوا على السبه اللي خلاته ما يجيش، سورتو عند المناضلين اللي راهم يتسائلوا على مصير الحزب من اجنده تاع الاعمال ديالو، سورتو بعد ما زكاوه وشكروه. بعد الحمله اللي كانت على الشاب خالد كي خدا الجنسيه المغربيه، اليوم الخبر اللي راهو يدور في مواقع النت على الشاب خالد اللي على حساب بعض المصادر غادر المروك بشكل نهائي وتوجه لفرنسا وين كان يعيش هو والعائله ديالو، وهذا بعد ما صفى كامل واش عنده في المروك. وعلى حساب الشاب خالد هذا التقرير خداه على خاطر البعض راهو يصطاد في المياه العكره، الشيء اللي خلف اثار سلبيه واللي راهو في عزله. ابارامون الشاب خالد قلقوه تصرفات تاع شي ناس وين رد عليهم وقال هذه جنسيه مغربيه وماشي اسرائيليه، بعض المسؤولين عندهم جنسيه فرنسيه وراهم نورمال. خبر واحد اخر اللي هو يدور في صفحات الفيسبوك هو على سيباستيان كوردز اللي هو من مواليد 1986 اللي تعين كوزير خارجيه نمساويه، يحب يقول عندهم وزير في النمسا في عمره غير 27 سنه، الشيء اللي خلى ناس الفيسبوك بيان سور يعلقوا ويمدوا رايهم وين قالوا والعمام راه شحال في عمره. نروحوا لفيديو، والفيديو الاولى على لي شانسون تاع الراي اللي راهم دايرين حاله ولاو لو سوجي تاع الشارع الجزائري. تابعوا هذا الفيديو راح تفهموا خير. السلام عليكم. بون كاين لي شونسون تاع الراي كانوا هكذا. جيبولي مالي جيبولي مالي جيبولي مالي 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 ذاك سالي. ودوكا لي شونسون تاع الراي ولاو هكذا. يا صاحبي شونسي بديك تاعي كارونتي بون لي شونسون تاع الراي تاع بكري كانوا يحكيو على دي سوجي ملاح واللي نقدروا ما نسمعوهم اون فامي، باغ اكزومبل دي سوجي يحكيو على الحب، ولا دي سوجي يحكيو على الام ويحكيو على الوالدين، اللي بالخير يا لميمه، ولا مام دي سوجي يحكيو على الوطن ويحكيو على البلاد. بلادي هي الجزائر. مي لي شونسون تاع الراي تاع دوكا زعما على واش يحكيو؟ عندي بوشيه يدها قويه، عندي بوشيه يدها قويه. ايوا من بعد عندك بوشيه ويدها قهويه، وين راه المفيد؟ بان اللي يخرب فيا نجيب له جدارميه. اللي يخرب فيا جينا جدارميه. كش ما فهمتوا نتوما باسكو انا ما فهمت والو. ما انا ما فهمت والو. ودي فوا تيبو واحد لي شونسون تاع الراي يحكيو على واحد السوجي بيزار،
باغ اكزومبل الشامبوان جل دوش. شامبوا جيل دوش شامبوا. دي فوا كان يقول لي بلي انت تسمع الكوار، تسمع لي زاميريكان، تسمع الفرنسي وما تسمعش الراي. يقول لي علاش تسمع حاجه ما تفهمهاش وما تسمعش حاجه اللي تفهمها؟ علاش راك تسمع في الراي كش ما راك تفهم؟ وكاين واحد لي شونسون تاع راي شغل تسمعهم ولا ما تسمعهمش كيف كيف، باسكو ما فيهم حتى معنى ني سيجي ني والو، كيما هاد لا شونسون. بغيت انوش هيب هوب يعشقني بالكيتشوب. الشاعر في هذه الاغنيه قال بغيت انوش هيب هوب ويعشقني بالكيتشوب. علاش؟ ما فهمتش علاش صبتها. كي تكون تحب واحد وهو ما يحبكش يبان لك الكيتشوب يولي يحبك. ودي فوا تحسهم طبا ولا دي دكتور لازم الجرح يضرب بالدواء. ما كاينش منها. وفيديو ثاني يا مشاهدين نشوفوا حكايه الهواري وين يلحقها في الفيسبوك. وقال لك نجمة تصبح أريد والهواري دار مستقبل لوليدو. قال لك وراكي الهواري قول لي واش راه صاري في لومبيلونس كيما مداري. الهواري شرا فيراري وجامي ما يولي قاري. وقال لك تحية الجامعات والمقيمات الفتيات غير انتم اللي تجيبوا الدريهمات. يا الهواري وما راه صاري وما راه صاري. انا فيكم راني حاير والهواري ما راه داير والهواري ما راه داير. يا الهواري حبيت نكبر معاك، يا الهواري حبيت نركب معاك. خلقني ربي العالمين احسب لي الكرسة ب60 واحسب لي الكرسة ب60 واحسب لي الكرسة ب60. جلدوش شامبوان والهواري يقول ما ندير الرومبوان ما ندير الرومبوان. قال لك الهواري للنقل والاسعاف وين تحبي توصلي بلا زعاف حطي برك 200,000 و9000 و9000. فيديو واحد اخرى مشاهدين راح تكون على خليده تومي اللي معروفه بالشطيح والرديح، وهاد المره راح تشطح على انغام. الحمد لله ما بقاش الاستعمار في بلادنا. الريح راهو داير حاله في النرويج الحق وين الناس يديهم، والفيديو اللي راه يدور في الفيسبوك تاكد واش رانا نقولوا. شوفوا معنا. نروحوا لاخر فقره مشاهدين وهي لو توب 10 تاع لي فوتو اللي هم دايرين لو بوز هاد اليومين في الفيسبوك.
نختموا طلتنا مشاهدين بواحد لا شانسون اللي دايره لو باز في الفيسبوك، وهي اغنيه للشاب مراد ويغني على الهواري. نخليكم تشوفوها، اما انا لقائي بكم يتجدد ان شاء الله نهار الاربعاء. تبقوا على خير. على الهواري لامبيلونس